ايه الفرق ما بين الطريق والشارع والمحور؟ واكيد الموضوع مش جاي من فراغ، وهنخش في الموضوع على طول. وهنبدا في الشارع علشان هو اسهل حاجه وهنخلص فيها على طول. ومفهوم الشارع هو المفهوم الطبيعي عند اي بني ادم، اللي هو زي شارع جمال عبد الناصر، شارع 90 الجنوبي، اللي هو داخل الحواري والمناطق السكنيه، وعلى جنبينه هتلاقي عماير ومحلات تجاريه. سهله دي. ايوه ابو عمو. نخش بقى للطريق والمحور، واللي من بعيد انت هتحس ان مفيش ما بينهم فرق، ولكن هما في ما بينهم فرق جوهري. انت بس ركز معايا شويه. الطريق زي الطريق الدائري، طريق اسكندريه الزراعي، طريق اسماعيليه الصحراوي، انت لو عارفهم فانت فهمت نص الموضوع. الطريق معناها ان هو بيربط ما بين نقطتين محددتين، زي القاهره والسويس، او القاهره واسكندريه، القاهره واسماعيليه، يعني له بدايه ونهايه. وعدد الحواري فيه مش ثابت، ممكن 2 3 5 7 حسب. طريق السويس واسع جدا، بينما طريق اسكندريه الزراعي صغنن، وهتلاقي حواليه محطات بنزين او كارتات او كافيتريات، لانه بالنهايه طريق طويل جدا جدا. فده هو الطريق. المحور بقى، المحور بيختلف. المحور هو شريان حقيقي، بمعنى ان هو بيمسك منطقه معينه فيها زحمه كتير، يطلعك منها يوصلك اطراف المدينه في خلال وقت قياسي وعدد حواري واسع جدا. زي اشهر محور موجود في مصر تقريبا، محور 26 يوليو، اللي هو بيبدا من وسط البلد والمهندسين وبيوصلك اكتوبر في وقت قياسي. واصلا قبل المحور الناس كانت عارفه ازاي بتوصل مدينه 6 اكتوبر، كان الموضوع صعب. زي محور المشير طنطاوي برضه، اللي بيوصلك من مدينه نصر لحد القاهره الجديده. والمحور بيكون داخل المحافظه او الاقليم. والمحاور لما بتنتهي وهي بتتقاطع مع الطرق، يعني مثلا محور 26 يوليو بينتهي لما بيتقاطع مع طريق الواحات، ومحور رود الفرج بينتهي لما بيتقاطع مع طريق الضبعه. انت معايا؟ فانت دلوقتي بقيت عارف ايه الفرق ما بين الشارع والطريق والمحور. فما تنساش تشير الفيديو ما بين صحابك وتعرف الكل، زي ما كان نفسي اعرف